السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله يا بنات هنعمل مع بعض روتين قوي جدا وهيعجبكم بإذن الله. روتين كده يا بنات من بعد العصرية. تمام، هنبدأ بقى روتين في المطبخ كده هيشجعكم، ولو وراكم حاجة هتقوموا تعملوها. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو لسه أول مرة تشوفيني ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وكومنتي برأيك. تمام، وطبعا اللايك الحلو. تمام كده يا بنات. عاوزة اقول لكم ان انا كنت مكسلة اليوم ده جدا يا بنات، ما كنتش قادرة اعمل اي حاجة خالص. كنت عاوزة افضل نايمة كده. المهم مسكت الموبايل كده وكنت بقرا الكومنتات بتاعتكم. عاوزة اقول لكم لما بفرح جدا من كومنتاتكم الحلوة، بتشجعني بتديني طاقة كده. حسيت ان انا لا لازم اقوم واشوف ايه اللي ورايا. لما بشوف مثلا اي روتين على قناتي او اي قناة ما، بشجع. فانا حبيت ان انا اصور معاكم وقلت لا لازم اقوم اصور مع حبايبي كده واشجعهم هما كمان زي ما هما شجعوني، انا كمان اشجعهم. لو في اي حاجة في البيت يقوموا يعملوها. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا اذكري الله كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تمام كده. لو وصلتي معايا لهنا اشتركي بقناتي واعملي لايك كده. تمام. تمام يا بنات. انا كنت بشرب. عاوزه اقول لكم يا بنات ان يعني حرفيا والله ممكن دي رابع مره اسجل الصوت على الفيديو. عيالي يكون صوتهم طالع في الفيديو، اجي اعيد تاني الصوت اقول لا الصوت عالي، عشان برضو ايه لازم يكون صوتي انا الواضح. تمام. جيت اسجل فيديو تاني يا بنات، سجلت صوتي على الصوت القديم. شفتي يعني الصوتين كانوا في الفيديو، قلت ازاي ده يعني، ورحتي مسحة تاني. ويا رب بقى الصوت ده ايه يعجبكم باذن الله والفيديو يعجبكم ومش ايه مش هعيده تاني. تمام. تعالوا يا بنات اقول لكم عملت ايه. غسلت المواعين، كان عندي مواعين في الفطار ما كنتش غسلتها يعني، فزي ما قلت لكم بدأت الروتين من بعد العصر. فغسلتهم يا بنات زي ما انتوا شفتوا كده. هبدأ بقى اغسل الرخامة والحوض بالمرة كده، بحيث لما اجي ابدأ في الغدا يكون كده المطبخ رايق كده والواحد يحس براحة نفسية كده والحوض نظيف وانتي بتعملي الغدا. تمام كده. تمام يا بنات زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وراكي حاجة في المطبخ وتقومي تعمليها. تمام، ايا كان بقى، كان مطبخ يا بنات، الشقة، الشقة، اي حاجة عندك يعني، بتقومي ايه شوفي ايه اللي وراكي. بحب اعمل الروتين ده معاكم عشان يشجعكم لما تبقوا تشجعوني كده يا بنات. تعالوا يا بنات هنعمل بقى صينية البطاطس. جبت حبتين من البطاطس وثلاث فصوص من الثوم وبصلاية. هبدأ ان انا اقطعهم زي ما انتوا شايفين كده، واقطع الثوم والبصلاية اقطعها مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده ايه بطاطساية. تمام كده. تمام. هبدأ بقى احط عليها الملح والفلفل الاسمر وكمون وشوية من الكزبرة يا بنات. قولولي بقى حبايبي اللي متابعوني من اي بلد. تمام. عاوزه اقول لكم انا من هي. في حد من هي هنا محافظة الشرقية؟ اكتبولي كده في الكومنتات نتعرف على بعض. هبدأ برضو يا بنات احط ملح كمون فلفل اسمر كده، شوية ملح وفلفل اسمر كده على ايه، على الفراخ برضو اتبلها. ونفس النظام لما اجي احط صلصة طماطم زي ما انتوا شايفين كده. هظبط يعني الاكلة، يعني هظبطها كده واملحها كده واخليها مظبوطة كده. تمام. وكمان يا بنات هتكوني مولعة الفرن من قبليها، هيكون الفرن سخن جدا، وتحطي الصينية على الصاجة من تحت. انا قبل ما ادخلها الفرن هحطها على النار تغلي غلوتين. تمام. اهو دي على النار اهي بدأت ان هي تغلي. هسيبها بقى اغطيها. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهي دي بقى ايه غليت غلوتين. كنت عاوزة اعمل بطاطا فقلت امسح الصاجة الاول قبل ما ادخل قبل ما اولع الفرن يا بنات عفوا. قلت امسح الصاجة الاول. تمام. ولعت الفرن يا بنات وسخن. دخلت الصينية. عاوزة اقول لكم ان هي استوت وانا لسه بغسل في البطاطا.
مش غسلتها يعني اول ما دخلت الصينيه، كان ورايا مثلا الاطفال وكده، فشفتهم هما الاول وقلت لا هو هرجع اكمل. فغسلت البطاطا وبعد كده ايه غسلتها كويس، لو في اي حاجه زي كده بتروحي تشيليها يعني. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما بغسلها يا بنات بسيبها شويه في الميه، تمام، عشان لو فيها حاجه ولا كده تنشيها. المهم دي بقى الصينيه استوت بسم الله ما شاء الله، كانت جميله. اطلعها بقى على الشبكه كده عشان تاخد لون من فوق، وابدا ارص البطاطا في الفرن. وكمان يا بنات لو في بطاطا مثلا كبيره ولا كده، بتعمليها كده شرايح تغزيها بالسكينه كده يا بنات. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين كده الصينيه خدت لونها هي بسم الله ما شاء الله، والبطاطا مهديه عليها النار. تمام كده عشان مش هتحرق مني. تعالوا بقى اوريكم الصينيه بعد السوا اهي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليها، جميلة 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 جميلة. بسم الله ما شاء الله عليها، والله كانت عسل. تعالوا بقى نعمل شوية رز كده متحمر، رز حبة وحبة. حمرت الرز حتى وانا بحط الرز في الحلة وقع على البوتاجاز. تمام كده يا بنات. هبدأ بقى اقلب الرز الاحمر كده المتحمر، هو كان المفروض يتحمر زيادة عن كده، بس انا يعني اكتفيت كده يعني، عشان كنت اتأخرت برضه في عمايل الرز. كانت الصينية استوت والرز لسه مش اتعمل. زي ما قلت لكم برضه معايا اطفال وكده، فالواحد بيشوف احتياجاتهم وكده يعني، كان اولى يعني. تمام. فعملت الرز بقى وحطيت المية والملح وهسيبه بقى يغلي ويستوي براحته. لما بيغلي بهدي النار. تمام كده يا بنات. تمام يا بنات. يلا بقى اللايك، ما تنسيش اللايك والاشتراك وكومنتي كده بحلو برأيك كده. وعاوزة أشكر البنات المتابعين الجدد اللي شرفوني، شرفتوني ونورتوني وجودكم على راسي من فوق. كنت سعيدة جدا لما شفت مشتركين يعني زادوا في القناة. شرف ليا طبعا تكوني موجودة معايا. المية غليت بقى وايه قلت اديها تقليبة كده واسيبها تستوي براحتها. تمام. الاكل استوى بقى يا بنات، وحطينا الاكل بقى والغدا. هي كانت صينيه البطاطس والرز، مش عملت سلطه ولا اي حاجه. لو عندك مخلل ماشي. كلنا واتغدينا والحمد لله. شايفين الحوض نظيف يعني، انا لسه حاطه الصينيه اهي، حطيت الطباجين اللي كانوا على الصينيه بس، عشان اقول لكم كده تخلي حوضكم نظيف وحلو كده، عشان ايه وانتوا بتعملوا الغدا تكونوا رايقين. هبدا بقى ان انا اغسل المواعين الغدا، كانت صينيه والطباجين بتوعات الغدا، كوبايتين مية على الطبقين بتوعات الطبق اللي كان فيه فراخ قبل السوا، والطبق اللي كان فيه بطاطا، والطبق اللي كنت منجية فيه رز. بس كده يا بنات، هي دي المواعين بتاعة الغدا. تمام. زي ما بقولكوا لما بتخلي الحوض يعني نضيف اول باول، يعني ايه الحوض هيبقى نظيف، مش هيتراكم مواعين ولا اي كده اذا كنت. تمام. تمام. انا حاسه ان في حد من العيال صحي. تمام كده يا بنات. زي ما قلتلكوا بعد الغدا بتخلصوا مواعين، تخلصوا بقى المواعين اللي وراكوا بقى بتاعت الغدا، وتعملوا بوتاجاز، والارضية لو عايزة تمسح تمسحيها. تمام. تمام كده يا بنات. زي ما قلتلكوا وتخلصوا بقى الارضية كده وتمسحيها. تمام. هتناميلك بقى شوية او تقعدي قدام التلفزيون. لو مثلا بتتغدوا من بعد العصر ولا كده، هتقعدي بقى طول العصرية فاضية مش وراكي اي حاجة. الصالة عندك او الأوضة المعيشة اللي انتوا قاعدين فيها، لو عملتها بالمكنسة كده والمقشة كده خلصتي اللي وراكي، مش هيكون وراكي اي حاجة خالص. تمام كده. فهتقعدي مرتاحة بقى وايه، وتقعدي بقى مرتاحة كده طول البال كده لعند ايه بعد المغرب كده. لو هتعملي عشا ولا حاجة، هتدخلي تعملي عشا يا بنات، هتلاقي المطبخ نظيف وكل حاجة نظيفة. مش يعني مش هتحتاجي وقت ولا مجهود ولا اي حاجة، حتى تكوني داخلة المطبخ كده رايقة كده ايه ومرتاحة. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده خلصت الحوض ونضفته والحمد لله. تعالوا بقى. دي كانت كنت عاملة صلصة يا بنات. عاوزة اقول لكم ان انا كل اسبوع بفرم شفشف طماطم كده كبير. تمام.
بفرمه واحطه على النار بقى يتسبك زي ما انتوا شايفين بقى، صلصة مكرونة او طبيخ او محشي او اي طبيخ يعني، او اي صلصة يعني بتعوزيها. ممكن كمان للبيتزا يا بنات، لو عندك عاوزة تعملي بيتزا ولا كده فبتاخدي منها. فالمهم بقى ايه، بخيسها كده واحطها في الفريزر، بتنجزني جدا طول الاسبوع، وكمان بتسهل عليا الوقت. تمام. تمام كده يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده طلعت كيسين معايا. بيبقى في بنات ناس في السوق بيبيعوا الطماطم الطرية دي اللي هي بتاعة الطبيخ، ممكن تجيبيها وتعمليها، بتكون ارخص من الطماطم اللي هي بتاعة السلطة الجامدة. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب يا بنات الفيديو بتاعي يكون عجبكم، مستنية رأيكم واشتراكاتكم واللايكات الحلوة اللي زيكم. عاوزة اقول لكم البطاطا دي يا بنات، للاسف نسيتها في الفرن، طفيت عليها ومش شيلتها، سبتها على الصوبة عشان كده اتحرقت. عاوزة اقول لكم تطلعوها على الشبكة لو يعني عاوزينها انا بسيبها سخنة، بطفي عليها وارفعها على الشبكة او احطها في طبق على الشبكة من فوق عشان تفضل سخنة. تمام. لو مستعجلين بتطلعوها تبرد بعد ما تستوي، بس انا سبتها طفيت عليها وسبتها عشان كده اتحرقت مني. بس هي كانت مستوية حلوة من جوه، بسم الله ما شاء الله يعني. اشوفكم على خير، مع السلامة.